حطم أبنائك بالتفرقة بين الولاد والبنات. أنا اتربيت مع أب بيقول إن الولد مش زي البنت، وأنا عارفة ده كويس، بس أنا عندي مشكلة مع تعريف بابا للموضوع ده. ما هو مش معنى إني بنت وأخويا ولد يبقى لو إحنا الاتنين عملنا نفس الحاجة أنا يتزعقلي وأتعاقب كمان وهو عادي. وأما أسأل ليه هو ما تعاقبش زيي يقولولي عشان عيب انتي بنت لكن هو راجل. نعم، إيه المنطق ده؟ عشان حضرتك تبقي فاهمة قصدي، أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط، لكن عايزاه هو كمان يتعامل بنفس الطريقة لما يعمل حاجة غلط. مش كونه راجل يتغفر له حاجات ما تتغفرليش وتفضل كمان وصمة عار عليا. يعني مش السجاير غلط، ليه غلط عليا ومش غلط عليه؟ أنا مش بحب السجاير وعارفة إنها مضرة وحرام كمان، بس ما هو ده علينا احنا الاتنين، ليه عليا انا بس؟ ليه اهلي بيتدخلوا في اختياراتي لاصحابي ومن حقهم يقولوا لي لا ينفع تخرجي مع دي وما تخرجيش مع دي، لكن اصحابه هو دول حتى ما يعرفوش غير اسامي 2 3 منهم وخلاص؟ ليه هو يشتم عادي عشان راجل، لكن انا لو لفظ فلت مني ابقى بنت قليلة الادب ما تربتش؟ انا مش فاهمة ليه عادي هو يخرج في شلة ولاد وبنات لكن انا ممنوع منعا باتا. ده مش بس كده، ده هو عادي صاحب يبقى عنده جيرل فريند واهلي عارفين وفرحانين ان ابنهم بقى راجل يحب ويتحب، لكن انا مجرد ما مامتي حست اني بس معجبه بزميلي في الجامعه كاني عملت مصيبه وقالت لي حسك عينك ابوك يعرف، لو عرف هتبقى ليلتك سودا. هو ايه ازدواج المعايير دي؟ انا كل اللي نفسي فيه ان لو حاجه صح يبقى احنا الاتنين نعملها عادي انا واخويا، ولو حاجه غلط يبقى احنا الاتنين ما نعملهاش. مش هو يبقى عنده صلاحيات زيادة بس لمجرد ان هو ولد وانا بنت. عارفة، انا ساعات بقول ليه يا رب ما خلقتنيش ولد؟ انا هوجه كلامي للاهل لان الاهل هم السبب في المشكلة دي، ولا الولد ولا البنت. ليه بعض الاسر بتفرق في التربية بين الولاد والبنات؟ السبب الأقوى والأشهر هو العرف، العادات والتقاليد. من أقوى العادات والتقاليد اللي راسخة في عقلنا كمجتمع فكرة السماح للراجل ببعض الأخطاء، ودي حاجة ما تعبوش لأنه راجل، لكن البنت ما ينفعش تعمل نفس الحاجات لمجرد إن هي بنت. الراجل عادي يشرب سجاير لكن البنت لأ. الراجل يضحك بصوت عالي لكن البنت عيب. عادي إن الولد يخرج في شلة ولاد وبنات لكن البنت ما ينفعش. الولد عنده مساحة حرية، بس ثانية واحدة، هي مش حرية، هي مساحة من الخطأ لكن هم اللي بيقولوا عليها حرية. لكن البنت ما عندهاش المساحة دي من الأخطاء عشان عيب، انتي بنت. طب ايه هي التبعات السلبية في التفرقة بين الإخوات الولاد والبنات في مساحة الخطأ؟ 3 تبعات سيئين جدا. أول حاجة في منتهى الخطورة، اختلاط مفهوم الحرية بمفهوم الخطأ. الأهالي اللي بيربوا ولادهم بالأسلوب ده طبعا مش بيبقوا شايفين إنهم بيسيبوا لابنهم مساحة أكبر من الخطأ، بيبقوا شايفينها حرية. لأ، دي حاجات غلط لازم نساعد ولادنا انهم ما يعملوهاش، ولاد كانوا ولا بنات. السجاير غلط على الاتنين، الاختلاط الزايد والخروج في شلة ولاد وبنات غلط على الاتنين. بس الاهالي اللي بيربوا بالطريقة دي مش بيبقوا شايفين ان الحاجات دي غلط ولازم نعلم ولادنا انهم ما يعملوهاش، لا، بيبقوا شايفينها مساحة حرية طبيعي انها تروح للولد وما تروحش للبنت، لانهم بيبقوا شايفين ان الولد اقوى واجرأ، واحنا في مجتمع شرقي هيتقبل من الولد انه يعمل الحاجات دي لكن مش هيتقبلها من البنت، فبنوافق عادي وبنعدي لو ولد عمل حاجات وبنقلب الدنيا لو البنت عملت نفس الحاجات. فلو انا بربي ولادي بالطريقة دي انا بزرع في عقلهم قيم فاسدة مش بفرق فيها بين الحرية والغلط. تاني حاجة، الظلم للبنت وللولد، لانه بيربي الولاد على فرد عضلاتهم على البنات بدون وجه حق، وبيلعب دور مش دوره في تربيتها وقفل الابواب عليها، وده على فكرة من الظلم ليه قبل ما يكون ظلم ليها، لاني كده برسخ في عقل ابني ان بدل ما تكون سند اختك وظهرها وصاحبها ومرجعيتها واقرب واحد ليها وانت اللي بتدعمها، انت هتكون باب حديد مقفول عليها وسجنها جواه. ودي عقلية في منتهى السوء اننا نربي ولادنا رجالتنا عليها تجاه البنات اللي في حياتهم. وطبعا اسلوب التربية ده فيه ظلم للبنت، لاني كده بحسسها ان لمجرد ان ربنا خلقها بنت بتتعاقب على حاجات وبتدفع ثمنها اخوها عشان ولد
ما بيدفعهاش، وكأنها مخلوقة ناقصة أهلية ولا هي أقل من الولد بدرجة، فبتتحرم من حاجات أخوها بيعملها عادي جدا. وتالت حاجة فساد التربية. أسلوب التربية اللي بيدي للولد مساحة أخطاء كبيرة مش بس بيظلم الولد والبنت، ده كمان بيفسدهم، لأنه ممكن يزرع جوه البنت حتة كده إني عايزة أكسر القيود دي. أنا مش شايفاها منطقية أصلا، بالذات مع سن المراهقة اللي من ضمن تعريفاته والسمات المهمة فيه الرغبة في كسر الحدود والقيود ومحاولة تجربة حاجات جريئة. فممكن ده يعرضها لمخاطرات كبيرة، وإنها تبقى عايزة تعمل حاجات من ورا أبوها وأمها لأنهم قافلين عليها بزيادة قوي لمجرد إن هي بنت. وتاني بفكر حضراتكم، أنا مش بتكلم عن مساحات من الحرية، أنا بتكلم عن مساحات من الخطأ بسمح بيها لابني ويمكن أفتخر بيها كمان، لكن بنتي لو عملت نفس الحاجات أكسر رقبتها. طب اعمل ايه؟ ازاي ما حطمش ولادي وما فرقش في المعامله بين الولاد والبنات؟ هقول لحضرتك حاجتين. اول حاجه، ارصدي المشكله، هاتي ورقه وقلم واقعدي مع نفسك بصدق وفكري واكتبي الحاجات اللي انت بتسمحي بيها لابنك وما بتسمحيش بيها لبنتك، عشان تراجعي ويبقى واضح قدام عينيكي هل الحاجات دي مساحات حرية طبيعية ولا فعلا انت بتسمحي بمساحات خطأ لابنك ومش بتتقبليها ابدا من بنتك. والحاجة التانية، لو سمحتي اعتذري وصلحي الخطأ. هاتي ابنك واقعدي معاه وفهميه ان احنا غلطنا والاخطاء مش مقبولة لا عليه ولا على اخته، وان احد ادوارك معاهم كأم ان انت تساعديهم ما يعملوش الاخطاء دي وانهم يتعلموا منها. وهاتي بنتك واقعدي معاها واعتذري لها، اعتذري لها ان انت فرقتي ما بينهم في مساحه الاخطاء، كنت بتسمحي لاخوها باخطاء مش بتسمحي بيها ليها. وطبعا ممكن تتوقعي شويه مقاومه من الولد لانه بقاله فتره عايش على مساحه من الاخطاء، فجاه هتسحبيها منه وهتبداي تخليه يتحمل عواقبها اللي ما كنتيش بتخليه يتحملها قبل كده. بس معلش بالهداوه، واحده واحده فهميه وعرفيه ان انت غلطتي، واضربي لهم مثل ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا كلنا زي بعض، بنت ولا ولد ولا راجل ولا ست، وكمان هيدينا نفس الثواب على اي حاجة كويسة بنعملها في حياتنا. واننا من النهاردة هنطبق في بيتنا نفس الطريقة الربانية دي اللي مش بتفرق ابدا في الخطأ بين الولد والبنت. وربنا يعلمنا كل حاجة حلوة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.